لقاء صدق، لقاء تواضع، لقاء في الظروف اللي تمر بها تونس هذه كلها مع مهمة كبير، فماش كبير، وخصوصا مع الفن، وخصوصا مع مصلحة البلاد، وخصوصا مع العلم نتاعنا، وخصوصا واكثر مع الثقافة. انا نتعلم منه اكيد. لا هذا مش بروتوكول اعلاميه اللي عندك انت ما عنديش انا، وانا هكا نعمل بالدنيا يبقى تسبق كلها بوقتها وما فماش كبير في الفن. انا نتعلم منك اللي كان عندك حاجه باش تاخذها من عندي، نتعلموا من بعضنا، والفنانين الكل التوانسه يلزمنا نتعلموا من بعضنا، وحتى على كل المستويات يلزمنا نسمعوا بعضنا ونمدوا يدينا لبعضنا. وتونس بأمس الحاجه باش التوانسه كلهم يمدوا يديهم لبعضهم، وباش نقدموا ببلادنا ونوصلوها لشاطئ السلام. شكرا لك سي زياد. ان شاء الله شيء صح سلامتكم. حبيت نقول اول حاجه الرساله والحضاريه اللي موجوده مانيش نزيد برشا على الكلام اللي قالوا سي لطفي. انه الفن عندما معناها يرقى الاطار نتاعو، هو الفن يرقى الاطار نتاعو بالفنانين. اذا كان الفنانين عندهم رساله يحبوا باش توصل ويجمعهم الحب والوفاء والصداقه والاخويه والفن، وكل فنان يتعالى على الاناء نتاعو، فهمتني؟ وتصير يعني الفيوزيون هذيك اللي باش تعطي باش تخرج ان شاء الله اللي يخموا فيه يترجم على الروح. شكرا. كلنا باش متاكدين منه ان شاء الله. لان صار حدث بالنسبه لنا على مستوى مهرجان صفاقس الدولي زوز قمم بالنسبه للاغنيه التونسيه انسان التراب اكيد نحاولوا نجيب نوعيه جيده. لكن لو كان نسالوا سؤال بطريقه اخرى، فماش هي ارتجالات الليله مش تكون موجوده؟ هذه اكثر حاجه، خاطر زوز مدارس بالنسبه للموسيقى التونسيه وحاجه حلوه برشا الليله، سهره طربيه باتم معنى الكلمه، ثم ارتجالات والا لا؟ هذا اللي نحب نسالوه الليله. اكيد الارتجالات اكيد موجوده باذن الله. العازف كما خويا زياد، والارتجال هو المقياس الحقيقي للفنان، كان صوتا او كان عازفا، هو المقياس الحقيقي. واحنا ماناش باش نتركوا الفرصه هذه. معنا ما شاء الله مجموعه من العازفين الممتازين، وكذلك المايسترو زياد. اكيد باش نستغلوا هالفرصه هذه للارتجال اللي هو فقط في العالم العربي. الارتجال والقصيد والارتجال في اللحظه اصعب شيء، وان شاء الله لينا نقدموا حاجات اللي تشرفنا وتشرفكم ان شاء الله. في مهرجان المدينه افتتاح قمت بحركه رائعه في قلب الكرسي، ما هي الدليل من يا ودي جات هكاك جميله ورائعه والله، جات هكاك بالتلقائيه، وترشنوها وقالوا ترشنوها وقالوا ما قالوش، حكايه فارغه، وفي الغنايه هكاك وليدة اللحظة. أعجب بها الكرسي، مو الكرسي وهي غنية على الكراسي، مش أنا نقولوها الكراسي. الكرسي اللي هو المشكلة نتاع العالم، مش العالم العربي والعالم بأسره، الكرسي. فصارت الحركة هذيك بكل تلقائية، وزياد تبارك الله عليه شاطر في الفكرة. مش قلب الكرسي، قلب الطاولة والكرسي. صابر صباح، رسالة اليوم يوجهها لطفي بوشناق وزياد غرفة لجمهور صفاقس بالتأكيد على الطابع التونسي الأصيل. تراث يعني جمهور صفاقس باش يتمتع اليوم مع مدرسة تونسية أصيلة. شنو الرسالة اللي حبيته في الديوتو هذه؟ الرسالة اللي معناتها التواضع، وما فماش كبير. وتونس كما قلت بليك، تونس حاليا وبالظروف اللي تمر بها يلزمنا الناس الكل نمد يدينا لبعضنا لخدمة بلادنا وخدمة الثقافة. نحن نحكي في الثقافة والموسيقى نمد يدينا لبعضنا. والرسالة بتاعنا مش فقط تهريج، أو سامحني باش نقولها معناتها، وما عادش نسمي أنا الحفلة الدنيا الكل قامت والناس الكل تشطح. ماذا بينا شطحنا برشا، ماذا بينا توا شوية نشطحوا المخ. الحزام صحيح لازم يشطح شوية، حتى المخ بحاجة باش يركز
وش نبلغوا رساله ان شاء الله تكون في مستوى المهرجان وفي مستوى رسالتنا كفنانين ان شاء الله. كريم مخلي قناه حلبات، العاده نعرفوا انه كل فنان يضرب على ضربه، اليوم لطفي وزياد مع بعض يضربوا على ضربه. ضربوا تونس وضربوا الفن التونسي، ضربوا الفن فماش كبير في تونس، ما حدش فما كبير. الفن كان تصويره باش تخدمني وباش تخدمه بدون تردد، وخصوصا جايه بتلقائيه وجايه بصدق وجايه بحب ونحب كذلك يلزمني ما نعرفش زياد على الجمعيه نتاع قرطاج اللي هي باسم جمعيه قرطاج هذه، لانه هو اللقاء كان انا خويا زياد في حفل الشهري نتاع جمعيه قرطاج، وكان صدى كبير ياسر، وكان حاضر مدير المهرجان نتاعكم وشاف التفاعل وشاف الجو عجبه برشا. وكذلك مهرجان المدينه كذلك السبب فيها انه الاجتماع اللي اجتمعت فيه مع خويا زياد في حفل قرطاج، وكان الصدى نتاعها. اهم حاجه هي النتيجه، اهم حاجه هي النتيجه، وكذلك النيه الطيبه. النيه انه ما عندنا حتى زياد ينجم يعمل 5 ساعات وحده هنا، وانا نجم نعمل كذلك نفس الشيء. هو ما يسالش بالمهرجانات في تونس وخارج من تونس، وانا كذلك في تونس خارج من تونس، لكن الفكره كي جات وعطات تصويره حلوه وعطات نتيجه طيبه برشا باش نستغلوهاش. يقولوا في الاتحاد قوه زعما تعملوا قوه فنيه وثقافيه غير قوه موجوده باذن الله، موجوده النيه الطيبه. القوه والصدق، الصدق هو المهم جدا. وكما قلت قبيليك راهو الفن كي يخرج من الاعماق يكون تم راهو مثلا الثنائي يكون شيخ، ما نجموش نجيب نعملوا ثنائي مع بعضنا واحنا ماناش فاهمين بعضنا اول حاجه، والا فما اكل احترازات واحد من الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كله ما فماش. حتى انا خويا. وعلى فكره حبيت ان نفكر حكايه الكراسي اللي قلت عليها، الكراسي بتاع الزميله قالت عليها في مهرجان المدينه، انا ممكن سي لطفي نجم نفسرها نوع اخر. حتى في الفن اللي معناها اللي يتربع على عرش الفن، فما كان الاحساس اللي يخرج هو اللي يقعد. ففي الحركه هذيك كان سي لطفي بكل تواضع، وكذلك لانه معناها مدرسه كبيره نعتز بها بيان سور. مع الاغنيه جات سبونتانيه، حط الكرسي، حطيت انا الكرسي من غادي، الجو المالوف من هنا والجو الطرفي الفني الكبير، ووقفنا مع بعضنا، وان شاء الله الفنانين كل يقفوا مع بعضهم وتتنحى الافكار السوداء، وان شاء الله تونسنا بخير وامورنا كل ان شاء الله تكون واضحه، وان شاء الله عيدكم مبروك. فما عمل مشترك في المستقبل مع بعضكم؟ تخيلنا طالعين في تونس في المدينه وفي صفاقس اغنيه جديده يعني عندنا برشا تعامل مع بعضنا بستر الله ان شاء الله. الرياضه الكيدي تاع تونس دارنا سي لطفي، هذه نقولوا زيجه طيبه، زيجه فنيه وثقافيه طيبه. هل من الممكن ان في المستقبل نقول ان مدرسه الرشيديه اضفت على الاغنيه التونسيه عمل طيب ثنائي كان اصلا الطاهر غسان؟ مازال كان معلم كبير الله يرحمه، معلم كبير الله يرحمه، وربى اجيال، ربى الكلام الكبار الرشيديه، اشرف على الرشيديه وكون اصوات وكون حركه. ربي ان شاء الله يرحمه، وربي ان شاء الله يبارك له في ولده وفي الخليفه نتاعو. كما حال من الحفله نتاع قرطاج قالوا اللي خلى خليفه ما ماتش، وان شاء الله هو طويل عمره وربي يوفقه ان شاء الله باذن الله. سي زياد، قمت باعمال طيبه، كان ماشي امكانيه ان كما عملت التجربه مع الهادي حبوبه تكون ثلاثيه انت وسيد فرشتاق والهادي حبوبه في المستقبل؟ لما لا ما فماش حاجه مستحيله في الفن. كل شيء وارد ان شاء الله. ربي مشروع موجود، فما مشروع مش مجرد المشاركه، مش مجرد باش نجتمعوا 3 ولا 4، لازم تكون فكره. انا دائما نبدا انا يدي مفتوحه لكل تجربه، شرط ان اضيف لها وان تضيف لي، وان لا اكون متطفلا عليها ولا تكون هي متطفله علي، لمجرد باش نقول اني اجتمعت مع خويا زياد ولا اجتمعت مع خويا الهادي ولا مع اي فنان تونسي نتشرف به على راسي، المهم يكون فما مشروع. بالمناسبه احنا كان حاولنا العديد من المرات اللي باش نتصلوا بك اليوم، نعرفوك عملت برشا اعمال تطوعت بهم العراق وسبوع وكذا،
حاولنا اليوم نتصلوا بك نحبوا نهزوك دار الرفيق في صفاقس، دار الايتام، ممكن تمش امكانيه انك تقوم بعرض تلفزيونيات لفائده العمل الاجتماعي. بدون تردد، نضموا رواحكم وحدوا اموركم، واحنا لا انا ولا زياد انا نتكلم على اسمه وانا نعرف ما يقص قدام حركه هذه، ومش في صفاقس حتى في اي مدينه اخرى. انا زياد كم حفله عملها مجانيه لدعم المنظمات الخيريه ولدعم حركه يعني انسانيه بدون تردد. ما نستغربوش من سي لطفي وسي باهي سي لطفي اكثر من فرصه ناخذوا اخر سؤال، شو مش تودوا جمهور راجل صفاقس الليله؟ واعمل اعمال انا اكيد مش نتعرفوا